ازيكم عاملين ايه؟ انا جميله بنت ماما جيجي. النهارده بقى ماما كانت زعلانه مني قوي، قلت لها لا يا ماما انا خلاص بقى هصالحك وما تعمليش اكل وانا اللي هعمل الغدا. عايزه تقول لي ايه غدا؟ ايه بقى اللي انت هتقعدي تعمليه ده؟ انت مش هتعرفي تعملي اكل ومش هتعرفي تعملي حاجه. إيه في الاخر هتعكي لي الدنيا وتبوظي لي المطبخ والاكل هيبقى طعمه وحش زي كل مره. يعني والله يا جماعه كل مره بعمل اكل بيطلع طعمه حلو. مش عارفه هي ماما جيجي كده ما بيعجبهاش اي حاجه. هبدأ بقى. انا قلت النهارده اعمل ايه؟ اعمل شاورما فراخ. شاورما فراخ عشان تبقى سهله كده اعملها على طول. اقطع الصدور دي واحط عليها بقى كل الحاجات اللي قدامنا دي، التوابل، الزبادي وكده. هبدأ دلوقتي اقطع الفراخ عشان تبقى، بصوا عايزاها تبقى شبه دي. انتوا شايفين؟ عايزه حته الفراخ تبقى قد دي واقطعها بالطول. بس بصوا دي تخينه وكبيره ازاي. عايزه اقطعها اصغر من كده. فبصوا انا حاسه ان انا عايزه، معلش يا جماعه بقى سامحوني لو شفتوا مناظر غريبه. انا اول مره اعمل الاكله دي، بس انا ايه واخداها تحدي عشان ماما جيجي بتقولي ان انا ما بعملش اي حاجه حلوه. فارجوكم ما تنتقدونيش من الاول، يعني استنوا النتيجه وانتوا هتعرفوا انا بعمل اكل حلو ولا لا. نقطع بقى الفراخ دي كده. بس انا عايزه اقطعها كده شرايح مثلا كده وتبقى حلوه في السوا، ما تبقاش تخينه عشان لو تخينه مش هتستوي. عايزه بقى اقطعها بسم الله الرحمن الرحيم. اقطعها كده يا جماعه ولا اقطعها ازاي؟ لا تنمر، محدش يتنمر عليا ولا على اهلي. استنوا بصوا قطعت دي. لو حسيت ان هي تخينه تانية اقطع تاني. انا باينه عندكم في الكاميرا ولا لا؟ ثواني بصوا انا باينه ولا لا وانا بعمل. لا انا باينه كمان. هو ايه ده؟ بصوا انا بغسلها عشان حاسه ان هي لسه فيها حاجه كده. بسم الله. مش راضيه تتقطع يا جماعه. مش عارفه الفرخه دي مالها، شكلها ايه، هتعمل مشاكل معايا النهارده. فانا مش عارفه ماما ليه واخده عني فكره ان انا مش بعرف اعمل اكل، مع اني اصلا بجد لما باجي بعمل الاكل بعمله حلو. بس تصوير في التقطيع قد ايه احنا؟ يا نهار ابيض كل ده ما صورتش ولا هو كده بيصور ولا ايه؟ ماما هو كده بيصور ولا انتي ما بدأتيش؟ هو انتي قبل ما تمشي ما تشتريش على التسجيل؟ لا بشتري. طب هي كده شغال؟ ايوه شغال. معلش يا جماعه. لا عادي. معلش يا جماعه بس اتخضيت فجأة لقيت ان هو كل ده افتكرته مش بيصور. متتخضوش من صوتي ابدا، عادي. بس فانا بصوا عايزاكم بقى الفيديو ده اما ينزل اقعدوا اكتبوا في الكومنتات لا يا ماما جيجي ده جميله بتعمل اكل حلو. لا انت ليه بتقولي لها كده؟ عشان هي دايما ظلماني بتقولي ان انا ما بعملش اكل حلو. اني والله بحاول اهو زي ما انتم شايفين. قلت اصالحها في فيديو، قلت اعمل لها فيديو حلو. هنشوف بقى رد فعلها في اخر الفيديو ايه على اللي انا عملته. يا ترى بقى ايه، هتقطمني ولا هتقولي لا ده انت عملتي حاجات حلوه؟ انا قلت لها ما تجيش. انا عندي خالتي متحبش الفراخ البيضاء، عشان بس لو سمعت الفيديو ده تبقى عارفه ان انا بقول عليها. هي عارفه نفسها كويس. قطعها اتنين. بصوا جايبين بقى عيش كايزر تحفه يا جماعه، طري جدا ومظبوط. قطع دي اتنين ولا حلوه كده يا جماعه؟ حلوه كده كده ان شاء الله. كل ده هيستوي في النار. بصوا بقى ماما جيجي جت بصت بقى على الفراخ اللي انا بعملها دي، قالت لي ايه ده؟ لا دي تخينه قوي على الشاورما، ان انا اقطعها ارفع. فانا قلت ايه اقطعها كده ايه رفيع احسن كده احسن. انا حسيتها برده فعلا زي ما هي بتقول ان هي تخينه قوي، لكن كده خلاص بقت حلوه كده. ايه رايكم؟ بصوا الرفع حلوه. اقطعها برده بوريها اقول لها اسالها اشوف هتقول ايه، حلوه ولا مش حلوه. خلاص بقى ماما حسيت ان هي كبيره قوي التقطيعه بتاعتي. صح كده تمام. انا قلت لهم ان انت جيتي من شويه قعدتي تقولي لي ايه التقطيعه اللي انت عاملاها دي. لا كده تمام. كده حلوه يعني. هفصل لك بقى عشان تعملي عشان انت كده طولتي في الفيديو قوي. هي هتكمل بقى يا جماعه الجزء دوت وبعد كده ايه هنكمل عشان هي تقعد بكره في التقطيعه دي. يا ماما بصي برده كمان يعني تعملي كده برده قدام الناس، ده بيني وبينك الكلام ده. انتوا عاملين ايه؟ بصوا انا رجعت بقى اهو بعد ما قطعت الفراخ تقطيعها مظبوطه وحلوه ورفيعه كده زي ما انتم شايفين.
هبدا بقى اعمل التتبيله اللي هحط فيها الفراخ. ماشي، بس انا مش عارفه اكتر من انهي كوبايه. يعني مثلا هاخد ربع كوبايه من دي، كوبايه من دي متوسطه كده، هاخد ربع اهو، هاخد ربع كوبايه من الزيت ده. دي كده ربع يا جماعه ولا المفروض ازود اكتر؟ بصوا انا حاسه ان دي كده ربع، يعني هي مش نص ومش هي كويسه يعني. ماشي، اول حاجه هحط ربع كوبايه زيت، ده اول مكون عندنا. هحاول انزل كل نقطه زيت عشان ماما تيجي. مش هتعمل حاجه الصراحه، انا قصدي حطيت زيت اهو، ده الزيت اول حاجه. انا جايه اهو بصوا ليمونه، بصراحه هي بيحطوا ليمونه اكبر من دي بس على كميه اكبر، فانا هحط ليمونه صغيره بس يا رب ما تكونش كتيره يعني. هحاول ليمونه اهو، عصره كويس. دي معلقه يا جماعه، يعني ايه انا هحط كده بالشكل، بس انا حاسه ان دي هتبقى ان شاء الله تكفي. المعلقه كبيره المشكله. طب حاسين ان انا اعمل تاني توم ولا كفايه اللي انا عملته وخلاص؟ شايفيني اعمل واحده كمان، حاسه ان انا هعمل واحده كمان عشان تبقى بس كده معقوله. اعتقد بقى ان انا عملته ده نص معلقه صغيره، او قصدي معلقه صغيره كده. ايه رايكم؟ عملت التوم اهو عشان تعرفوا بس ان انا بعمل اكل حلو اهو. بصوا بقى اهو كده خلصنا، حطينا التوم. بصوا هنحط معلقه خل كبيره، بصوا شايفين اهي معلقه خل كبيره. تمام، معلقه خل كبيره. معلقه دبس رمان، معلقه دبس رمان، كل ده معلقه كبيره. بصوا الدبس رمان صراحه انا ما اعرفش قوي في الدبس الرمان ده، يعني ما اعرفش طعمه عامل ايه، بس ماما بتحطه على الاكل يعني. يا جماعه بصوا تحس ان هو شبه العسل الاسود، انتوا شايفين؟ بس هي معلقه كبيره دبس رمان زي ما قالوا. بصوا شايفين المكونات في الطبق عامله ازاي اهي. انا جبت لكم طبق شفاف يا جماعه عشان ايه تشوفوا معايا يعني. معلقه دبس رمان وخل ودبس رمان، وعايزين كاتشب، معلقه من الكاتشب. جبت الكاتشب اهو. بصوا انا جايبه لكم كل حاجه قدامكم عشان ايه ما اقعدش ارفض بيه وانتوا واقفين. معلقه كاتشب، شوف الكاتشب ده مش زي الكاتشب التاني اهو. بصوا حطيت معلقه اهي كاتشب. تمام، معلقه كاتشب ده واحد، معلقه كبيره من الملح. بصوا هنحط بقى، مش هنحط معلقه كبيره، هنحط معلقه، نص معلقه كبيره، نص معلقه كبيره من الملح اهو. انا بس انتوا شايفيني كويس، انا خايفه اكون بس قليل. بصوا كده اعتقد نص، ده نص معلقه يعني ما يبقاش كتير. بصوا بقى لو حبينا نبقى نحط، بس دي نص معلقه اهو. نقلب كل الكلام اللي احنا عملناه ده مع بعض. ده توم باودر اهو، توم بودره يا جماعه. انا شاطره في توم بودره. اوكي، هما قالوا معلقه فاحنا هنحط نص معلقه صغيره. مش بتنزل ليه؟ معلش اهو عشان ما تجيبكوش بس في وش الكاميرا. مش عارفه العلبه دي تنزيلها غريب جدا بصراحه يعني. بصوا هنعتبر اللي نزل ده نص معلقه توم باودر. بصوا احنا كده هن ايه نص معلقه. بصوا هو معلش هو عامل كده، يعتبر كده نص معلقه اهو توم باودر. بصوا اهي جبنا توابل الشاورما اللي هي دي، كنا جايبينها توابل مش عارفه والله ايه النوع ده. هحط معلقه صغيره، بس اعتقد التوابل دي هتبقى حلوه ان شاء الله.
نحط نص كده، معلقه صغيره يا جماعه تقريبا. بصوا عايزه ازود شويه من عندي بصراحه، انا بحب ازود افور كده. نزود كمان شويه، بس توابل الشاورما دي كده تعمل شاورما حلوه. توابل الشاورما السوري كده حطينا. بصوا بقى هنحط دي بدل عشان تبقى حراقه كده وجميله يا جماعه. البابريكا دي ملهاش طعم، بحس لونها احمر وخلاص. هما بيقولوا نص معلقه، فاحنا محتاجين نحط ربع معلقه. بس انا ايه، الشطه دي مهمه جدا في الاكل بصراحه. اهو شايفين حطيت شويه حلوين اهو. دول دي اضافات من عندي، محدش يعملها يا جماعه. كفايه كده صح؟ كفايه ولا في لي مش قادره. هنحط ربع بس يا جماعه. الحاجات اللي انا مبقاش عارفاها زي الزنجبيل وكده، انا مش عارفه طعمها ايه، فبحط زي ما مكتوب. مثلا الشطه انا عارفاها شطه خلاص، فبزود شويه يعني، فاهمين يعني؟ بتبقى الدنيا عادي شويه. لكن الواحد الحاجه اللي مش عارفها دي بيقلق منها. ربع في الربع صح يعني، كده حلو كده. ده كده فلفل اسود ده بصوا كده حاجه بسيطه. حاسه ان انا حاطه توابل كتير صح ولا ايه يا جماعه؟ بصي رحت اسال ماما قالت ايه، لا حطي عادي زباديه. بصوا بعد ما الزباديه اتحطت حسيت بجو تاني يا جماعه. حاسه ان الدنيا بدات تظبط معايا. طبعا ماما لو جت لقيت المطبخ معمول كده مش عارفه اقول لكم تعمل فيا ايه. دقيقه واحده كده احنا حطينا الزبادي، حطينا الزيت، حطينا الزيتون، حطينا الليمون، حطينا الخل، دبس الرمان، الكاتشب، الملح. حطينا الملح صح؟ اهو احنا حطينا توم باودر، بصل باودر، توابل شاورما. كده احنا خلصنا. كده احنا ناقص نحط عليها الفراخ، هنقلبهم كويس تمام. بصي التقليبه لازم نقلب كده لحد ما التتبيله تبقى حلوه وتتظبط، كل حاجه تدخل في بعض. انتوا شايفيني كويس ولا ايدي مقطعه كمان؟ اهو كده. بس نشيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه. حاسه الزبادي مش بيختلط مع المكونات، بس انا هحاول اخلطه. شايفين الكاميرا جت كويس. بصوا اكيد لما الفراخ تدخل معاهم هتتشرب كل الكلام ده تمام. خلاص يا جماعه معلش كنت بشم بس الريحه، بس انا حاسه ان ريحتها حلوه. لا بصراحه التوابل ريحتها كويسه. هحط بقى الفراخ جوه الصوص ده. بصوا بقى نبدا بقى نشيل الفراخ من هنا. انتوا شايفين الفراخ نحطها في الطبق كده، نشيل بايدي التانية عشان تشوفوا التتبيله تدخل فيها كويس. اهو بدأنا نحطها كده. الفراخ دي بقى لازم تتسوي يا جماعه في التتبيله شويه عشان تشرب التتبيله، عشان الفراخ يبقى ليها طعم كده ونحس ان احنا عملنا حاجه. شاورما كده. عايزه اقلب بقى الفراخ اهو. بصوا في التتبيله تدخل جوه التتبيله اهو. بعد بقى ما اخلص التتبيله دي هسيبها جوه التلاجة شويه. شايفين مش باين لكم اي حاجه، الدنيا من هنا بعيده. بصوا التتبيله، بصوا كل حاجه انا عملتها بجد وتعبت فيها بقت حلوه ازاي، شكلها خطير. استنوا اوريكم. بصوا معلش انا اللي ماسكه التليفون فتلاقوه بيتهز شويه مني. التتبيله عايزه بقى التتبيله دي الفراخ تشرب التتبيله كلها، وارجع لكم بقى واحنا بنسويها ان شاء الله. بصوا هنبدا بقى ننزل بصراحه بقى الفراخ دلوقتي عشان كفايه كده. لا الطاسه شكلها مش سخنه، هعلي شويه تاني. بصوا انتوا شايفيني وانا بنزل، مش عايزاكم بس ايه اهو. سامعين الصوت؟ لازم ندي الفراخ الصدمه.
في التتبيله بكل حاجه تنزل كده. انتوا شايفين كويس بقى، نسويها كويس كده، معلقين عليها النار. انتوا شايفين كويس ولا اقرب لكم؟ يعني بصوا ايوه كده اهي. اليمين المرة عليها تاخد الصدمة، معلش كده. انا بحس ان انتوا من هنا مش شايفين كويس، هي بعدلكم معلش اهو. بصوا شايفين الفراخ انا معليه على الطاسه اهي، عشان ايه تبقى حلوه. انا جميله قعدت تقول لي قصدي انا بقول ايه، جهاد قعدت تقول لي يا جميله انا جعانه قوي وخلاص بقى مش قادره، انت هتخلصي الاكل امتى؟ انا جوعت انا مش قادره. قلت لها خلاص اهو يا جهاد انا قربت اخلص، قلت لها ربع ساعه. انا بقى عايزه الفراخ تستوي في ربع ساعه على طول. طبعا ماما مش عايزه اقول لها اي حاجه، يعني ايه حاجه طبعا مش هيجيبها حاجه. رحت بصراحه في الفاصل الاعلاني اللي احنا شفناه ده، في عقبال ما الفراخ تتبل، ورحت انا وماما نجيب فاكهه، جبنا مانجا وعنب، بس لسه ما دقناهمش بقى حلوين ولا لا. جيجي ماما بصي كده التصوير زاويته حلوه. وريني. تعبتيني ما شاء الله. عايزه بصي لما بقرب بيبقى شكلها احلى، بس مش هينفع اهو. بصوا استعنت طبعا بماما جيجي خبره التصوير بتاعتنا. قلت لها يا ماما جيجي حاسه الصوره مش جايه حلوه، راحت عدلها لي وعاملاها لي كده. طبعا ايه هي مركزتش قوي مع الفراخ اللي انا عاملاها الحمد لله. بس بصوا الفراخ بدات اهي، بدات تستوي شويه. الريحه يا جماعه خطيره خطيره، ما تصدقوش بجد الريحه عامله ازاي. ان شاء الله تعجب ماما جيجي وتتصلح بقى كده وخلاص. انا مش هزعلها تاني، اصل عمايل الاكل بجد صعب قوي يا عيني بجد، كل يوم بتقف تعمل الاكل ده مستحيل، صعب. طب انا حاسه ان هو في العين التانية احسن، بس مش عارفه. البصله عايزين نقطعها شرايح ماشي. بسم الله، انا خايفه اقطع، انا خايفه يا جماعه. اقطعها كده احسن. طبعا هنلوي الحته الوحشه اللي احنا شايفينها دي في النص اهي، هي مش وحشه بس يعني الافضل ان احنا نشيلها. نزود شويه. شايفين الفراخ اهو بقلب فيها، بس هي لسه ما خلصتش، الصوص لسه فيها. دي البصله اهو، اهو بقطعهم كده دوائر كويسه. انا مش عارفه ليه في اشكال وهما بيعملوا فيديوهات بيعرفوا يقطعوها مدور صح، يعني بتبقى دوريات بس كده، ما فيهاش الحاجات اللي في النص دي. بس انا ما اهو والله قطعت البصل هي اللي شكلها عامل كده. بصوا اهي، بصوا بصل، شويه بصل اهو عشان يتحطوا على الشاورما، على سندوتشات الشاورما. وهجيب طماطمايه دلوقتي اهو. ماما جيجي قلت لها، قعدت تقولي لا عادي ممكن تحطي بصل، فانا بصوا هجرب بقى احط البصل اللي انا عاملاه ده. عايزه بقى ايه اشوف البصل هيبقى ايه. اقطعه نصين كده، بصوا شرايح. بصوا بصل بس انا مينفعش يبقى كده، اقطعه سريع. هو كده كده هي ايه، كنت المفروض اقطعه شويه قبل ما انزله كده، معلش. بس هو كده كده هيدبل مع الفراخ، هي مفيهاش حاجه. انا بقطع الباقي عقبال ما ده يتعمل. بس البصل هيديها كده نكهه وطعم فظيع ان شاء الله. حاسه ان انا احط بصل تاني
كفايه بصله. احط بصل تاني يا جماعه ولا كفايه البصله اللي انا حطيتها كده حلوه؟ هي كده كده هتدوب وهتدبل في وسط الاكل. بصوا يا جماعه، كل دي زيادات من عندي، هي ما كانتش في الخلطه الاساسيه، بس انا بصراحه يعني حاسه ان الخلطه مش هتفهم من غير فلفل اخضر، بصل، الحاجات الاساسيه دي في كل اكل. ايوه كده يا جماعه، بصراحه كنت حاسه ان الفراخ ملهاش لون ولا طعم ولا ريحه من غير البصل والفلفل. والله ريحتها يا جماعه ما تصدقوش كده دلوقتي عملت ازاي، بقت الريحه اللي انا بحبها. سبت كده البصل يدبل مع الفراخ مع الفلفل، بصوا كله اهو مع بعض. بصوا بقى عامل ازاي، طعمها خطير يا جماعه. رايكم يا جماعه في طبيخي؟ انا عايزاكم تقولوا رايكم بصراحه. بفكر نروح نقطع السندوتشات عقبال ما البصل بتاعه يدبل شويه. ايه رايكم؟ تعالوا بقى نقطع السندوتشات. بصوا هنمسك العيش الكايزر نقطعه كده. بصوا هو ده حاسه ضايع شويه، خلينا ناخد بقى العيش اللي شكله مظبوط قوي كده. سوري معلش يا جماعه. نطلع واحد. انتوا شايفيني كويس؟ انا مش عارفه. بصوا نقطع بقى عشان نحط فيها الشاورما. جبت السكينه دي عشان تبقى بتقطع سريع. بصوا بقى، بصوا يا جماعه، ما شاء الله العيش ده طري جدا وحلو. نبدا من الرغيف التاني. خمس ترغيفه. اجيب الفراخ بقى ونبدا دلوقتي نحط فيها. ادينا اهو عملنا الشاورما وقطعنا العيش معاكم كده كده انتوا شفتوه. نبدا بقى نحط من الشاورما دي جوه العيش. الصوص عامل ازاي؟ انا مش عارفه احط قد ايه بصراحه في الرغيف يعني. تاني مش عارفه ليه مش يدخل جوه المعلقه. خلاص حاسه كفايه كده. حط بقى ده كل واحد تاني. معلش يا جماعه ايدي خلاص بقى من كتر العمل مش قادره والله. ماما دي بتضحك عليا يا جماعه. كفايه كده على ده. بتقولي كنت والله عملتش. والله فعلا. بص اهو. خلاص احنا هنسيح اساسا في طب البطن. كفايه اتنين ولا اعمل كمان واحد؟ لا اعملي. ماشي. بص احنا هنعملهم بقى بعيد عن الفيديو يعني. ايوه ماشي؟ عشان انا بصراحه عشان خلاص بجد يعني. خلاص احنا يا بنتي خلاص والله العظيم هولع في نفسي. خلاص كفايه. يلا. طب ايه رايك يا ماما جيجي بقى؟ انت ما قلتليش رايك يعني. انا بعد ما عملت لا كل تحفه ده. تحفه، بس رايي ما اكل بقى وادوق. طب ايه؟ لا طب ما تحفه، تدوقي بس حتة الشكل كده. روعه. لا مش قادره والله، مش طب قادره. تحفه بجد وريني اهو. فظيعه بجد. اهو يلا باي. بصوا الجهاد اللي عامله البطاطس وهو ده كده الشكل. يلا كده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. معلش اصل انا مش متعوده على الفيديوهات. ماشي وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام عليكم. باي. باي.